بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا بخير. النهاردة منزله لكم قائمة مشتريات، يا رب تعجبكم وتستفادوا منها بإذن الله. فياريت يعني تضغطوا لايك كتير كتير عشان الفيديو يعني يوصل لأكبر عدد والقناة تكبر بكم بإذن الله. زي ما شايفين المشتريات، أنا بصراحة جاياني ضيوف الشهر ده، تمام؟ فعشان كده حبيت ان انا اجيب كل حاجة تمام بالمرة واخليها في البيت، تمام؟ بحيث اني انا ما تنقصش معايا الفلوس والحاجه. انتوا زي ما عارفين اكرام الضيف واجب، تمام؟ ومن ضمن الاساسيات. حتى انت ساعات بتتخلي عن حاجات ومش مهم تاكلي اي حاجه او تعملي اي حاجه، بس اهم حاجه تكرمي الضيف. فانا جايبه شويه حاجات ليا وحاجات ليهم فريش. اولا جايبه اللحوم كلها فريش، تمام؟ ولسه هجيب بيض وهجيب لبن واحطه في التلاجة باذن الله، لان زي ما قلت لكم الضيف لازم فطار مثلا، غدا، عشاء، لازم تعرفي ايه تجيبي له. اولا جبت لحمه فريش، كان الكيلو ب150 جنيه، حلو خالص وجميله جدا من خير زمان، تمام؟ اسعارهم عجبتني بصراحه، واللحوم عندهم حلو، بس اللحم المفرومه حاسه نسبه الدهن فيها اكتر، تمام؟ اشتريت تقريبا 3 كيلو الا من كل علبه، تمام؟ فيها مثلا تقريبا دي، ثواني كده هنشوفها تاني، يعني تقريبا 3 كيلو الا العلبتين. جبت الكبده اللي هي المجمده المستورده دي، طعمها جميل وحلو خالص، هستخدمها ليا انا، تمام؟ اما اللحوم ليهم هم. اشتريت الحلاوه الطحينيه، واشتريت علب تونه، واشتريت حاجات هقول لكم كل حاجه واحده واحده سعرها. اولا الكبده دي نصين، كل نص ب40 جنيه، الكيلو ب80 جنيه، تمام؟ لحوم زي ما قلت لكم الكيلو تقريبا زي ما قلت لكم 145 ل 150 على حسب انت من بتاخديها نوعيه ايه، قطعتها بدون دهون بدهون كده، يعني زي ما انتوا عارفين، زي ما انت بتروحي لاي جزار مثلا بيقول لك مثلا مش شافيه مثلا بتزيد 20 جنيه كده، وكذلك. جبت ازازه الزيت دي، ازازه الزيت ب40 جنيه، تمام؟ انا بحب الزيت ده خالص لانه تقيل جدا وفي نفس الوقت حلو في البطاطس، مثلا تعملي مسقعه بتنجان حاجه زي كده. اشتريت علبتين جبنه، تمام؟ العلبتين الجبنه، العلبه تقريبا ب20 جنيه، تمام؟ اشتريت ألف فيرن ب60 جنيه، تمام؟ حلو خالص. وحتى ساعات بستخدم من الحلويات فيه، مثلا لو انا هعمل مثلا حلويات كنافه مثلا، هعمل بسبوس، هعمل اي حاجه بستخدم فيه بيبقى حلو. اشتريت كيسين ملح، تمام؟ اشتريت علبتين تونه، التونه اللي بتبقى قطعه واحده دي بتبقى حلوه خالص وجميله بصراحه، بتعجبني اكتر من التونه المفتته. التونه المفتته رغم اني يا بنات تشوفوها تحسي ان هي يعني كتيرة، لكن لما تيجي بتحطيها تلاقيها قليلة، لكن اما القطعة الواحدة دي بجد ما شاء الله تحسيها يعني بتجيب معاكي كمية حلوة. اشتريت 2 مكرونة سباكيت، حلو خالص المكرونه، يعني تستخدميها في كل حاجه والاولاد بيحبوها والكبار فكله بيحبها. اشتريت كيلو رز بسمتي، تمام؟ هنعمل كبسه كده في مره واوريكم طريقتها اللي انا بعملها، الطريقه البسيطه الجميله، يا رب تعجبكم بالنسبه لي، ويا ريت تقولوا لي رايكم لما نعملها ان شاء الله. اشتريت مكرونه مقصوصه، هي الصغيره دي بحبها خالص، بستخدمها لاولادي، بعملها مثلا في المكرونه، في الكشري، في حاجات كتير خالص المكرونات دي بتستخدميها صغيره. اشتريت كيلو رز بسمتي، وبصراحة ده صدمني سعره. كيلو الرز البسمتي ده تقريبا ب50 جنيه. انا معرفش ليه فترة طويلة ما جبتوش، وانا ما بحبوش بصراحة، بحب الرز المصري، ما اعرفش بحسه خفيف كده. اشتريت تاني ايه، تعالوا واحدة واحدة نمشي مع بعض. اشتريت الرز، رز الأسطورة ده بصراحة ما عجبنيش للأسف، صغير خالص خالص. هو ممكن ينفع لو للمحشي، لكن كرز مثلا تقدميه وكده مش حلو، تمام؟ فهو كان الموجود في الماركت وانا جبته. جبت تاني مسحو، وجبت حاجات كتير فعايزه اقول لكم مكرونات فرن زي ما شايفينها. اللي عايزه اوصلها لكم يا بنات يعني في النهايه، انتي بصي، اهم حاجه اللي انت تجيبيها والحاجات اللي انت تجيبيها تكون على قد ميزانيتك، تمام؟ تكون مثلا على حسب الفلوس اللي معاكي. شوفي مثلا الحاجات الضروريات والاساسيات اللي انت تجيبيها غير الاكل، تمام؟ ما تنصغيش ورا كل حاجه، ما تسميش كل حاجه في السوبر ماركت تجيبيها، كل واحد بيمشي على حسب مقدرته، تمام؟ وتقدري تنوعي لاولادك وتعملي لهم اكل مختلف بحاجات بسيطه وسهله، تمام؟ انا الطلبات دي جايباها كتيره لاني انا جايه عندي ضيوف، وزي ما قلت لكم اكرام الضيف اكتر منك انتي، تمام؟ يعني اكتر من الشخص نفسه بتحبي تاكليه وتحبي تكرميه وشوفيه ايه طلباته، تمام؟
اشتريت مسحوق غسيل لان غسلت فوق الاوتوماتيك بيريحني اوكسي خالص، كان انتوا معايا في الموضوع ده، ريحه واقتصادي وجميل وبينضف بصراحه معايا. انا تعبت خالص، كنت في الاول بغسل ببرسيل تمام، فزمان زمان خالص ايام امي الله يرحمها كانوا بيغسلوا باريل، كان حلو خالص. معرفش بعد كده اتضرب، بعد كده اشتغلت على برسيل فتره وكان حلو خالص وبينضف وريحته جميله جدا جدا جدا. بعد كده برضو اتضرب. خلينا مشينا على اوكسي، واوكسي لحد الان الى حد ما كويس، يا رب يكمل معانا للاخر ونشوف. لان ما تعرفيش تحس الشركات هل بتخفف المواد الكيماويه ولا ايه بالظبط، ما تعرفيش، فتحسي ساعات ايه بتشتريه تحسيه مش قد كده. فان شاء الله هنزل لكم حاجات تانية، يعني المشتريات اللي انا جبتها كل مرة مثلا هنعمل كبدة هنزلها لكم، هنعمل لحمة هنزلها لكم، مثلا كبسة هنعمل مثلا طبيخ عادي هنزله لكم. كل المشتريات يا رب تعجبكم وتكونوا استفدتوا منها بحاجة بسيطة خالص، وربنا يسعد ايامكم يا رب ويفرحكم زي ما انتم بتفرحوني باللايكات بتاعتكم الجميلة اللي بتساعدني. تمام، واكتبوا لي في الكومنتات لو الفيديو عجبكم ولا لا، وهل بتستفادوا من القناة ولا لا، عشان خاطر الشيء ده بيبسطني وبيفرحني خالص. تمام، زي ما قلت لكم اشتريت علبة حلاوة طحينة نسيت ما اقول لكم عليها بجد، حلو خالص، احنا مش بنمشي عليها، دي بتنفع فطار، بتنفع مثلا تشربي حاجة مثلا سخنة معاها حتى لو بالليل، بتدفي خالص وجميلة، الاولاد بيحبوها والكبار. في حاجات ضرورية في الشتاء ان شاء الله هقول لكم عليها نجيبها كمشروبات، تنفع معانا ومع اولادنا، تدفي وترفع معاهم المناعة وتغذيهم في نفس الوقت. وممكن نعمل مع بعض شوية مشروبات للشتاء بجد بجد تحفة تحفة واقتصادية على الآخر ومشبعة، مشتريات ومش